بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي طلاب الصف الأول الإعدادي، مع حل اختبار شهر سبتمبر وأكتوبر قطعة النحو كتاب الامتحان صفحة 13. القطعة بتقول: القراءة من أفضل الهوايات، فهي نافذة على ألوان المعارف كلها، ونرى المستقبل من خلالها، فأقبلوا على القراءة لتصبحوا أعظم شأنا. الإعراب: القراءة اسم بادئ به الجملة أو بادئ به الكلام، يبقى هنعرب القراءة إيه؟ تمام كده، برافو. مبتدأ مرفوع بالضمة. فهي نافذة على ألوان المعارف. المعارف اسم معرفة معرف بالألف واللام، وقبله كلمة ألوان اسم نكرة. وهنا هنعرب المعارف ايه؟ برافو عليك، مضاف إليه مجرور بالكسرة. ونرى أول خطوة في الإعراب، نرى دي اسم ولا فعل؟ نرى فعل. فعل ايه؟ ماضي ولا مضارع ولا أمر؟ نرى المستقبل. نرى فعل مضارع مرفوع بالضمة المقدرة. استخرج من الفقرة السابقة: 1. خبرا شبه جملة. خبر شبه جملة يبقى لازم نجيب مبتدأ الأول، أو نجيب اسم كان أو إحدى أخوات كان، أو اسم إن أو إحدى أخوات إن. إحنا هنا كويس قوي، عندنا المبتدأ القراءة، بعدها من أفضل خبر شبه جملة. استخرج كلمة مبدوءة بألف وصل واذكر السبب. أسهل حاجة نجيب كلمة فيها ألف ولام. لما يقول لي عايز كلمة مبدوءة بألف وصل، أجيب الكلمة اللي أولها ألف ولام، وضروري جدا هلاقي في القطعة كلمة أولها ألف ولام. عندنا الهوايات، عندنا القراءة، عندنا كلمة المستقبل. كل هذه الكلمات أسماء تبدأ بأل، ولذلك فهي ألف وصل. كلمة مبدوءة بهمزة قطع واذكر السبب. همزة القطع طبعا اللي بتنطق وتكتب أيضا. عندنا كلمة أفضل، قطع لماذا؟ لأنها اسم. كلمة ألوان، قطع لماذا؟ لأنها اسم. عندنا فأقبلوا، أقبل فعل أمر ماضي رباعي، يبقى أقبل الفعل ده ليه همزة قطع؟ لأنه فعل أمر من الفعل الرباعي. أعظم قطع لأنها اسم. عايزين فعل ناسخ وحدد اسمه. طبعا ما هي الأفعال الناسخة؟ نسترجع الأفعال الناسخة: هي كان، أصبح، أمسى، صار، ليس. طبعا الأفعال دي ممكن تعمل في الماضي أو المضارع، يعني كان ممكن يجي منها يكون وتكون، وممكن يجي منها الأمر كن. أصبح ممكن يجي المضارع تصبح ونصبح ويصبح، وممكن يتصل بها بعض الضمائر المتصلة، يعني ممكن أقول أصبحت، فيبقى أصبح فعل ماضي ناسخ، والتاء تاء الفاعل. فأنت بقى طلع من القطعة، برافو عليك، فعل إيه؟ ناسخ. مظبوط كده. في السطر الثاني: لتصبحوا أعظم شأنا. لتصبحوا دي عبارة عن إيه؟ اللام لام التعليل. تصبح فعل مضارع ناسخ، واو الجماعة ضمير مبني في محل إيه؟ رفع اسم تصبح. وتصبح دي هي الماضي بتاعها أصبح من أخوات كان، يبقى اسم تصبح واو الجماعة. اختر شرف المؤمن في طاعته لله. الخبر في الجملة نوع مفرد ولا جملة وشبه جملة؟ هو فين الخبر؟ عندي شرف مبتدأ مرفوع بالضمة. هل كلمة المؤمن أعطت معنى مفيد لأعتبرها الخبر؟ شرف المؤمن، هتقول لي ماله؟ إذن كلمة المؤمن ليست هي الخبر، في طاعته هي الخبر، إذن الخبر هنا إيه؟ شبه جملة. الحرية هي الحياة. الحرية مبتدأ، هي مبتدأ أيضا. خد بالك من الضمائر دي، الضمائر المنفصلة دايما بتتعرب مبتدأ، فهي مبتدأ، والحياة خبر المبتدأ التاني، يبقى هي الحياة خبر نوعه ايه؟ برافو عليك، خبر جملة. جملة ايه؟ جملة اسمية، لأنها بدأت بالضمير هي، والضمائر نوع من أنواع الأسماء. الضمائر نوع من أنواع الأسماء. ويا ريت برضو اللي عاوز فيديو شرح الضمائر نبعت له الرابط إن شاء الله، هيجد شرح وافي للضمائر المنفصلة والمتصلة وهكذا.
صوب الخطأ في الجملة قابلت 2 من أصدقائي. هنلاحظ كلمة 2 مكتوبة بهمزة قطع، بينما 2 ألف وصل لأنها من الأسماء ال9. وشكرا وتحياتي لكم، وإن شاء الله الفيديو الجاي نحل برضو نصوص وقراءة ونحل قطع النحو في كتاب الملحق الامتحان، كما يوجد برضو حل قطع النحو برضو في. ولو الفيديو عجبك ياريت تشيره على صفحتك على الفيس، وياريت تقول لإخواتك وقرايبك وحبايبك على قناة تبسيط المعرفة. القناة هتكبر بيكم، وأي حد عنده سؤال من ولادي وبناتي في الصف الأول الإعدادي يكتب لي السؤال وأنا هجاوبه على طول. والقناة قناتكم، وربنا ينجحكم ويوفقكم، وشكرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.